أهلا بيكم في أول إصدارات مبادرة الحصان المصري Egyptian Horse Initiative. دي مبادرة الهدف منها إعادة إحياء هوية تراث الخيل المصرية والفرسان المصريين ومناقشة التحديات والإمكانيات للوصول لحالة لائقة بالتراث المصري السليم. أنا دكتور حسن شطع، طبيب بيطري متخصص في طب وجراحة الخيول والخيول الرياضية وعضو الاتحاد الدولي للفروسية أو FEI. وأنا لقيت إن أول موضوع مهم نتكلم عنه هو هضبة أهرامات الجيزة والحيوانات العاملة فيها خصوصا الخيل، لأن ده أكتر مكان في مصر فيه تجمع للخيول والخيالة، وهو واحد من عجائب الدنيا السبع ويونسكو وورد هيريتج سايت. فوق كل ده it's a must see touristic destination، بمعنى إن أي ضيف أو أي سايح بيجي مصر لازم يروح الهرم، وعشان كبر المساحة وعشان يعيش التجربة بيركب ويحب يركب وبيحكم على مدى الحضارة في البلد من خلال معاملتهم مع الحيوانات ومدى اهتمام الناس بيها وحالتها في العموم. السياحة في مصر صعب تفصلها عن أهرامات الجيزة، وده اتقال ومعروف إن الصورة الحالية لا ترتقي للصورة اللي المفروض يكون عليها المعلم التراثي المهم ده. جيزة فيجن 2030 أو رؤية الجيزة 2030 تحتوي على خطة تنمية هضبة أهرامات الجيزة، ودي هيكون فيها متحف أبو الهول المفتوح أو Open Sphinx Museum، وساحة خوفو أو خوفو أفنيو، والمتحف المصري الكبير اللي تم الانتهاء من إنشاءاته وتشغيله وفي انتظار الافتتاح. نطلق الكامبين دي هو حالة الحيوانات العاملة في هضبة أهرامات الجيزة، حالة بيعتمد فيها السايس على الحصان بتاعه علشان يجيب دخل يسبورت الأسرة بتاعته، فهي فيها علاقة تبادل منفعة. ملف حقوق الحيوان في منطقة أهرامات الجيزة، ازاي ممكن ننظمه بطريقة مناسبة للخيل نقدم تجربة ممتعة حقيقية خالية من الذنب لضيوف المكان علشان الكل يستمتع ويروح مبسوط. وأهم عنصر ليه هو الحصان أو الجمل أو الحيوان العامل. في الآخر لازم يكون الشخص أو السايس يتم تأهيله للتعامل مع السياح علشان التجربة ما تبقاش زي تجربة الضيفة الغلبانة دي. Guys, I got replaced. Michelle's boyfriend is here. I'm all on my own. لكن يا خالد يا على كده انت والواد. مهم جدا يكون مؤهل للتعامل مع الحيوان الرحيم علشان التجربة ما تبقاش، طبعا ده موقف مؤلم لأي بني آدم بيحس مشين لكل مصري بيفهم. مش لازم ننسى ان الضحية هي الحصان، والسبب هو نوع من انواع الاستغلال. من حالة الخيول العاملة المتردية بالذات في نزلة السمان فتحت الباب لوجود عدة عيادات بيطرية خيرية أجنبية تفتح في محيط الهضبة. مش أحسن حاجة كخدمات بيطرية أو للسياحة المصرية، بس أحسن من ولا حاجة بالنسبة للخيل. دكتور الحصان بيموت بره. I am outside. تعال يا دكتور ولا يا دكتور؟ والله انتوا ما بتفهموا حاجة. والله انا الف بالفيديو ده مش هسيب حق. انا عارف انا هعمل ايه. لانكم دكاترة ما بتفهموش. ده انتوا مفتريين مش دكاترة. موت الحصان. والله انا ما بتعرفوا في اللي اقول ايه، بس عالم مفترية. طبعا المنظر ده غريب عن كل حاجة مصرية، المفروض يعني غريب عن تراثنا، عن حضارتنا، عن طبيعتنا أو عن إنسانيتنا كمصريين. وده مش النوع الوحيد من الاستغلال، وافتكروا إن احنا مش لوحدنا في العالم، وده مكان حيوي سياحيا وبيزوروا آلاف السياح يوميا. الفيديوهات دي مؤسسات حقوق حيوان مش مصريين، منهم أكبر منظمة حقوق حيوان في العالم اللي هي بيتا، الجمعية الأمريكية اللي ملهاش وجود على الأرض في مصر بس ليها صوت قوي ومؤثر في العالم في مجال حقوق الحيوان على السوشيال ميديا. في رأيي، وأنا كان ليا تجربة انتنس معاهم في بترا في الأردن في البتراء، في رأيي هم متطرفين وبيستغلوا المشكلة علشان الضجة المصلحة والأجندة. لو بصيت على الحلول اللي بيطالبوا بيها وزير السياحة والآثار المصري والأردني فيها منع الكاريتات والجمال من الموقع الأثري، وبيجمعوا توقيعات وبيتيشنز لكده، تفهم ان ده ابتزاز والمتاجرة بآلام الخيل، محاولة خبيثة للتخلص من جزء مهم من هويتنا المصرية
والوضع الحالي ده ليه انعكاس سلبي على صورة مجتمع الفرسان والخيل العربي والفروسية في مصر. All the Egyptian equine and equestrian scene and market، اللي منهم كتير محبين للحيوانات والتراث المصري. وعلشان كل ده، في الأول المبادرة دي هتاخد غطس في تراثنا وتاريخنا المصري مع الحيوانات العاملة، مع التركيز على الخيول في هضبة أهرامات الجيزة. ودي مبادرة مش الهدف منها اللايكات على السوشيال ميديا، بس التفاعل هيساعد على زيادة الوعي وإن صوتنا يوصل. مهم نفهم إن دي مشكلة كومبلكس ولازم تتحل على الأرض. طبعا مش لوحدي هعدل الميلة، بس لحد إصدار الفيديو ده هي مبادرة فردية، وأتمنى تلاقي صدى وتبقى مجتمعية، وأكيد هنحتاج فولنتيرز وسبونسرز. حل الموضوع محتاج تعاون ودعم أكتر من جهة حكومية وغير حكومية، وانا هعمل ابروتش على الارض الفترة اللي جاية. المبادرة دي ايمانا مني في انسانية ورحمة وحضارة المصريين، علشان نرفع القلم عن الحيوانات العاملة. مبدأ انساني. الدكتور حسن شاب عربي مصري حر.